السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح لكم العداد السويدي اللي شركة الكهرباء ركبته، العداد الرابع اللي ذكرناه في الفيديو اللي فات، وهنشرح لكم ازاي نستخدم الكارت اللي جاي مع العداد وازاي نشحنه، وايه الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنشحن الكارت، وايه الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنتعامل مع العداد علشان لمبة التلاعب ما تنورش وما يحصل لناش مشكلة مع شركة الكهرباء زي الغرامة او الحبس او رفع العداد. معاكم ابو عمار من قناتكم عايزين نفهم. ورجعنا لكم. العداد اللي قدامنا عداد احادي الكتروني مسبق الدفع، تابع لشركة السويدي، ده انتاج 2020. طبعا زي ما احنا شايفين العداد بيتكون من 3 زراير. الزرار ده كده تابع للشركة محطوط عليه قفل ملناش دعوة بيه، والزرارين دول اللي فوق وتحت هم دول اللي هنقدر نستخدمهم. هندوس كده على الزرار هيظهر لنا القائمة. أول حاجة في القائمة ده رقم العداد، بعد كده تقريبا ده رقم الشاسيه، وبعد كده هتلاقي الشريحة. أنا طبعا دخلت كده في الشريحة الثالثة، استهلاكي 102 كيلو وات، ده الاستهلاك الحالي بتاعي 102. بعد كده القائمة هتوضح الوقت وبتوضح التاريخ. بعد كده في صفحات تانية موجودة في القائمة. تمام، الصفحات دي بتوضح بيانات تانية زي الاستهلاك السابق والرصيد المستحق لو انت مثلا عندك قسط، وبتوضح الشريحة بتاعتك، وبتوضح الرصيد اللي بيبقى موجود في العداد. طبعا عشان خاطر نعرف الرصيد اللي موجود في العداد بنستنى على الزرار شوية فبيوضح لنا الرصيد زي ما هو واضح كده دلوقتي. انا رصيدي 27 جنيه و70 قرش. انا طبعا دخلت في الشريحة الثالثة عشان احنا خلاص على اخر الشهر، وقدامنا دلوقتي في مربع هم محددينه، ده اللي بنحط فيه الكارت اللي بنستخدمه علشان خاطر شحن العداد. وهنا هنلاقي في 3 لمض او 4 لمض بالظبط، 4 لمض موجودين. اللمبة الأولانية دي لمبة الاستهلاك، دي بتوضح استهلاكك، هي طبعا بتنور وتطفي بشكل بسيط في حالة لو أنت عندك استهلاك بسيط مشغل جهاز واحد أو جهازين بس في الشقة. اللمبة دي طبعا بتقيد وتطفي بشكل كبير في حالة لو انت شغلت ميكرويف وتكييف وكذا جهاز مع بعض. ده بيوضح لك استهلاكك ويخليك تاخد بالك ان انت كده بتستهلك كهرباء بشكل كبير. بعد كده عندنا لمبة التلاعب، دي بتقيد في حالة لو حصل مشكلة في العداد او حصل تلاعب في العداد. التلاعب ده بيحصل ازاي؟ في عندك اقفال هنا، ادي 1 ادي 2 ادي 3، وعندك مسمار موجود في النص. الاربع اجزاء دول لو في حاجه منهم اتحركت ده بيطلع على طول بينور لمبه التلاعب. طبعا نخلي بالنا احنا ممكن نشيل ده او نشيل ده او نشيل ده عادي مفيش مشاكل، لكن المسمار ده تحتيه زرار ده يعتبر سنسور. بمجرد ما تحرك المسمار السنسور بيشتغل بيفصل لك الكهرباء عن الشقه كلها. بعد كده هنلاقي لمبة الإنذار. لمبة الإنذار دي بتقيد إمتى؟ بتقيد لما الرصيد بتاع العداد بيوصل لل10 جنيه. ده بيوضح لك إن أنت لازم تلحق تشحن عشان خاطر ما يفصلش عنك الكهرباء. طبعا أنت لو ما خدتش بالك وال10 جنيه خلصوا اللي بيحصل إن الكهرباء بتقطع. علشان خاطر تقدر تشغلها تاني بتجيب الكارت اللي هو الكارت اللي جاي مع العداد، هو شكله كده وهو الشريحة كده. الشريحة دي بشكلها هنحطها في المكان المخصص ليها، هنحطها كده ونستنى كلمة جود دي تظهر علشان خاطر ترجع الكهرباء تاني. طبعا الكارت جاي بإرشادات هما موضحين فيها شوية حاجات عشان خاطر المستخدم يقدر يستخدمها بشكل كويس. أول حاجة ضع الكارت على العداد للشحن حتى تظهر رسالة مقبول مع سماع صوت الإنذار اللي هي جود اللي كانت ظاهرة من شوية. تاني حاجة يجب شحن الكارت من وحدة الشحن التابع لها قبل وصول الرصيد إلى حد الإنذار. وحدة الشحن دي اللي هي مثلا يا إما شركة الكهرباء يا إما فوري. تالت حاجة في حالة وصول الرصيد إلى 0 ينقطع التيار
ولا يعود إلا بشحن العداد. في حالة كمان لازم نستخدم فيها الكارت لما يظهر على الشاشة رسالة ادخل الكارت. دي طبعا بتكون الرسالة دي جاية من الشركة علشان خاطر عايزين مثلا يعرفوا بيانات في الكارت، أو عايزين يعملوا داتا أو تحديث بيانات للكارت. آخر حاجة يرجى وضع الكارت على العداد قبل الذهاب إلى محطة الشحن. طبعا عشان خاطر تيجي تشحن، قبل ما تشحن عند فوري أو عند الشركة لازم تحط الكارت على العداد وتسمع الصوت ده علشان خاطر الكارت يقرأ البيانات بتاعة العداد. وأول مرة لما نيجي نشحن فيها الكارت لازم نشحنه عند شركة الكهرباء. وده لسببين. السبب الأولاني إن أنت لما تيجي تروح تشحن عند شركة الكهرباء، أول حاجة بيوضح لك إيه التعليمات أو إيه الطريقة اللي أنت تقدر تستخدم بيها العداد، ووضح لك إيه الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها علشان خاطر العداد ما يفصلش منك أو ما يحصلش تلاعب في لمبة الكهرباء. والحاجة الثالثة إن هو لما بيجي يشحن لك على الجهاز عنده بيفعل لك خدمة الفوري. طبعا مش في كل العدادات كده، يعني أنا في الحالة بتاعتي انا جيت جربت الاول عند فوري قبل ما اروح الشركه عشان خاطر اشوف الموضوع، لقيت ان هو شحن على طول. دي اول نقطه. تاني نقطه موضوع التلاعب. احنا طبعا لو الاقفال دي حافظنا عليها وما حركناش من مكاننا وما حركناش المسمار اللي هم موضحينه، مش هيجرى يحصل حاجه للعداد ومش هيظهر لك تلاعب. ولو حصل ان احنا شلنا الاقفال او حركنا المسمار هيظهر ده عندهم في الشركه، وهيجي لك مفتش يفتش على العداد وهيتعمل لك محضر تلاعب في العداد. وده طبعا دلوقتي عقوبته يا اما حبس وغرامه، فاحنا في غنى عن الموضوع ده. اخر حاجه عايز اوضحها ان الشركه انتجت اصدار جديد من العداد ده، وهو العداد اللي بيبقى جواه شريحه موبايل. ده بتشحنه عن طريق ابلكيشن الشركه بتنزله، وده بيظهر للشركه اي حاجه انت بتعملها في العداد، يوضح لهم استهلاكك ويوضح لهم رصيدك ويوضح لهم كل حاجة انت عملتها في العداد. بمجرد ما هم عايزين يدخلوا على المستهلك بيدخلوا عليه على طول بدون ما يبعتوا مفتش او غيره. هنحاول نعمل فيديو عليه لو نزل لحد من زمايلنا، وفي الفيديو اللي جاي هوضح لكم ايه افضل طرق للاستهلاك علشان خاطر نقدر نرشد استهلاكنا. وفي ابلكيشن موبايل نزل علشان خاطر شحن العداد ده، علشان لو انت مش عايز تروح لفوري او في مكان ما فيهوش فوري. هنوضحه برضه لحضراتكم الفيديو اللي جاي. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للقناه وتدعمونا عشان خاطر القناه لسه جديده، وشير طبعا لاصحابك لو المعلومه دي تفيد حد من اصحابك الناس اللي لسه هتركب عداد. ويا ريت تعمل اشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. كان معكم ابو عمار من قناتكم عايزين نفهم. السلام عليكم.